بسم الله الرحمن الرحيم. نفسي أتوب أنا من الذنوب وأكون قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه، وأبقى راضي وهو راضي عني يوم ما ألقاه. نفسي أتوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، تفضل. أنا حضرتك الله يحفظك. الحمد لله. ربنا يا رب ينفع بالدوم. بارك الله فيك. أنا ليه عند حضرتك طب؟ نعم. أنا يعني نفسي أتوب. فكل ما بتوب وبنوي إن أنا ما عملتش الذنب اللي أنا بعمله، وأصلي وأقيم الليل وأبكي وأتضرع لربنا وأنوي إن أنا ما عملتش كده تاني، ما عملتش الذنب اللي أنا بعمله، تيجي عليا لحظة بضعف. نعم. وبرجع تاني، وببقى حضرتك في الوقت اللحظة اللي أنا بضعف فيها دي بيبقى قلبي ضايع وعقلي ما بيبقاش عندي لا قلب ولا عقل. فنفسي حضرتك تقول يعني أنا نفسي أتوب، نفسي أبقى كويس، لأن أنا يعني أنا الحمد لله عندي حاجة كويسة في قلبي، بس مش عارف أوصل لها إزاي. نعم. يعني بتوب بيني وبين نفسي وبيني وبين ربنا، وربنا بيكرمني وبحس فعلا إن ربنا قبل، بس أنا يعني مقصود من ربنا كل الذنوب اللي أنا عملتها. نعم. حاضر. بالنسبة للأخ الذي يقول أنا أريد أن أتوب، ويعني هو ضعيف من جهة الذنوب، يرجع إلى الذنب، فإذا رجع إلى الذنب فقد عقله وفقد قلبه، وبعدين بعد ما ارتكب الذنب يفيق، يبدأ رحلة الندم على أنه فعل هذا الذنب. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا هي التي تعين المرء على الصبر عن الوقوع في الذنب. العلماء يقولون إذا تلبس العبد بمنزلة المراقبة مع المحبة لا يقوم قلبه في مشهد العصيان. والمحبة أنا أكثرت جدا ولا أزال أتكلم فيها، لأن منزلة المحبة هي صرة المنازل كلها. العبد وهو سائر إلى الله عز وجل في محطات بيتزود منها علشان يواصل السير إلى آخر الشوط، زي محطات الوقود. تعرف لما يكون أنت مسافر مثلا رايح العمرة، الطريق على طول الطريق لازم تلاقي فنادق وتلاقي محطات وقود عشان تتزود السيارة بالوقود، وتلاقي فنادق عشان تقدر تريح وتنام، وتلاقي مطاعم عشان تقدر تاكل وتشرب. لو تصورنا أن طريقا طويلا من هنا إلى المدينة أو مكة ليس فيه محطة وقود وليس فيه فندق وليس فيه مطعم، ده يبقى طريق مهجور لا يمكن لأحد أبدا أن يسلكه، ومن سلكه مات إن لم يكن تزود تزودا خاصا. كذلك العبد وسائر إلى الله عز وجل بينزل في منازل، ينزل منزلة اليقظة، منزلة المراقبة، منزلة التوبة، منزلة المحبة، منزلة التعظيم، منزلة الإخبات، منزلة إلى آخر المنازل المعروفة عند أهل العلم. والشيخ الإسلام الهروي يحاول أن هو يقرب المسألة دي بشيء من الغموض اللي وضحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. ففي منازل لا ينفك العبد عنها. صرة هذه المنازل منزلة المحبة. المحب صبور، والصبر عن معصية الله عز وجل من أجل أنواع الصبر. تعرف الصبر أنواع، منها الصبر عن معصية الله.
ولا يستطيع العبد أن يصبر عنه إلا إذا كان هناك حاجز. الحاجز ده اللي هو المحبة، كما فعل يوسف عليه السلام لما حدث بينه وبين امرأة العزيز من الشد والجذب والكلام ده، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دي بقى منزلة المحبة دايما تكون مربوطة بمنزلة الوفاء. الله عز وجل الذي خلق ورزق وأعطاك الصحة والعافية وأعطاك المال ورد عنك خصومك، أي بني آدم عنده وفاء لا يستطيع أبدا أن يجحد نعمة الله عليه ثم يقدم على هذا العصيان بلا مقاومة. ربنا عز وجل قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لماذا تجرأت وتعديت الحدود؟ ما انتش خايف؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. يعني نقدر نفهم الآية دي كالآتي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألي أنه خلقك فسواك فعدلك؟ هو ده اللي غرك؟ أنه أحسن إليك وأنه سترك؟ هو ده اللي غرك؟ أهل المروءة والكرم والوفاء يكون هذا أعظم حاجز عن ارتكاب المعصية. إنما أهل الخشة هم الذين يتجاوزون الحدود مع هذه النعم. أنا خايف منك وخجول، أفضل كده خايف على طول. أنا خايف منك وخجول، أفضل كده خايف على طول. علشان نفسي يا رب أرضيك وارضي كمان حبيبك الرسول. الشاعر بيقول أنا لما أقدم على المعصية أفقد قلبي وعقلي. علشان كده لا يبصر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه في حال إيمانه لا يزني، إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لكان الإيمان حاجزا له أن يفعل. فيستعان على ذلك كما قلت عشان ينزل في منزلة المحبة، وإذا أحب صبر، زي ما بقول المحب صبور. أكثر الناس حملا هو المحب، ومع ذلك لا يتأفف إطلاقا من ثقل الحمل. ليه؟ لأن المحبة مانع من التأوه، مانع من التوجه. والذين آمنوا أشد حبا لله. وانت تحب ربنا سبحانه وتعالى لأنه أنعم عليك، يبقى تحط النعم قدامك. انت النهاردة ماشي على رجلين غيرك مكشح، انت النهاردة سليم غيرك عيان، انت النهاردة حر طليق غيرك محبوس على سرير في مستشفى. عايز تعرف نعمة الله عليك روح المستشفيات. بكل أسف يعني ما عادش حد بيعتبر من المقابر التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب المرء إليها. لا، ده دلوقتي زي ما حدثني بعض الناس في أفلام ومسلسلات بيصوروا من جوه المقابر. واحد حبيبته ماتت رايح المقابر وجايب الصورة على المقابر كلها وجاي مرمي على القبر وعمال يكلمها. يعني حاجة مش معقولة، حاجة مش معقولة. النهارده المقابر لأن في صمت، ما فيش لا صراخ ولا الكلام ده، كتير يدخلوا المقابر ما يحسوش بحاجة. أنا بقول لك روح مستشفى بقى. الجماعة اللي هم بيصرخوا من الألم، جماعة اللي قاعدين في عنبر طويل عريض في 20 سرير ولا أكتر، لا عارف ياخد حريته
وكل سرير من ده جاي له 10 15 يزوروه. الخصوصية نفسها راحت. لو كانت امرأة مثلا مش عارفة تنام، لو كان رجل مش عارف ينام ومحبوس في السرير ده 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، لما تلاقي بقى ان انت حر طليق ومعاك حريتك، او على الاقل معاك فلوس، لو انت مريض تاخد اوضه لوحدك مثلا تقفل عليك الباب، لا ده بقى ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. اول ما تلاقي الكلام ده تنظر الى نعمه الله عليك. لو انت انسان عندك مروءه وعندك وفاء واصلك كويس بترجع مباشره. فاذا رجعت عليك بالصحبه. الصحبه اسرع وسيله لجمع شمل القلب، واقصد بها الصحبه الايجابيه مش الصحبه السلبيه. كلام طويل. المسألة دي أرجو أن مشتاق أوي للقاء والوجه الكريم، عشمان أوي في الدعاء من عارفه رحمن رحيم. مشتاق أوي للقاء والوجه الكريم، عشمان أوي في الدعاء من عارفه رحمن رحيم. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعل.